السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين النهاردة جايبه لكم وصفة حلوة جدا، وهي الفراخ المشوية في الكيس الحراري. لو عجبتكم وصفة النهاردة دوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. اهلا بيكم معايا بجد. هتشوفوا النهاردة وصفة تعجبكم جدا. وصفة النهاردة انا عندي هنا فرخة منضفاها كويس جدا، نقعها في ملح وليمون. ماشي، مش اكتر يا جماعة من 3 ساعات. تمام. الفرخة حوالي 2 كيلو. عندي بصلاية كبيرة متقطعة. عندي الكبد والقوانص بتاعة الفرخة مغسولة جدا ومقطعاها. وعندي كوبايتين رز مصري مغسولين. ماشي، وعندي سمنة او زبدة، وعندي ملح وفلفل وكمون. انا النهاردة مش هستخدم بهارات كتير، انا عايزة الطعم بتاع الرز يبقى حلو جدا، هادي، مميز. انا هنا حطيت البصلاية بتاعتي في السمنة. تمام. واول ما تصفر شوية كده هضيف ليها الكبد والقوانص، وافضل اشوح فيها لحد لونها ما يتغير معايا. وضفت هنا الملح والفلفل والكمون. انا مش بحب بهارات كتير في الاكل، بحب الاكل بطبيعته. هنا هضيف الرز بتاعي، كوبايتين مغسولين. ده رز مصري يا جماعة. هنا هنشفه كده مع الكبد والقوانص، وهضيف نص معيار الرز، يعني هضيف حوالي كوباية مية، وهقلبه كويس جدا، وهغطيه، وأول ما يتشرب معايا كده هيبقى جاهز. أنا الرز هنا معايا اتشرب بالشكل ده. تمام. انا هنا جبت بصلايه وطماطمايه وضربتهم كويس جدا في الكبه بتاعتي، وهضيف عليهم نفس التوابل اللي ضفتها على الرز، الملح والفلفل والكمون، وهقلبهم كويس، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. انا الفرخه بتاعتي اهي، طبعا انا مورقاها يا جماعه وانا بغسلها. هتبل الفرخة بتاعتي بقى من جوه وتحت الجلد، وهشبعها بالتتبيلة دي كويس جدا عشان الأنسجة بتاعتي تبقى متشربة من التتبيلة مع الرز. بقى مش قادرة أقول لكم هيبقى جمالها عامل ازاي. وهبتدي أحشي الفرخة بتاعتي بالشكل ده. الرز بتاعي مش سخن، بارد. تمام. هنا هبتدي أوزع الرز بقى كده تحت الجلد كويس، هو ده التوريق اللي أنا بقول لكم عليه. واحب ان انا اقول لكم برضو ما تكتروش الرز، بحيث الفرخه بتاعتكم مش تفرقع معاكم، والرز يستوي بيبقى مفلفل. تمام. انا هنا بحشي برضو من الزور، وبظبط رزي كويس جدا. انا هنا بقى هقفل فرختي، هكتفها بقى كده هون عشان تتحط في الكيس الحراري. شايفين؟ غلبتني شويه. هنا بقى كده اتكتفت كويس جدا. وانا هنا حضرت بقى خضار هحطه معايا في الكيس الحراري، بصل بطاطس مكعبات، وجزر وطماطم. انا هنا عفرت الكيس بتاعي بشوية دقيق كده، طبعا نفضته، وحطيت الفرخة بتاعتي. تمام. وهحط معاها الخضار. مش قادرة اقول لكم بقى على طعامة الخضار ده. المرحلة دي بقى يا جماعة معلش، انا المفروض ان انا كنت دهنتها قبل ما احطها في الكيس، بس مش مشكلة. انا هنا حطيت بقيه التتبيله بتاعتي، البصل والطماطم المفرومين دول، ودهنتها، وجبت صينيه فيها ميه مغليه. تمام. وحطيت الكيس بتاعي فيها، وغزغزت الكيس كده كام غزه عشان ما انفجرش في الفرن. شايفين الجمال في الفرن؟ بجد كانت ريحتها روعه. الله، الله بجد على الحلاوه والريحه والطعامه والسوى اللي انا ما كنتش متوقعاه بامانه. يعني انا لو كنت سلقاها في شوربه ما كانتش هتبقى بالجمال ده. شايفين؟ اللحم مستوي جدا، الريحة، الرز مفلفل. بجد مش قادرة اقول لكم إيه كم الجمال والطعم. وسويت بقية الرز بقى اللي كان معايا. لو عجبتكم وصفتي اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، واستنوني في وصفة جديدة.